السلام عليكم ورحمة الله، يا رب دايما بألف خير. الشعب الجزائري، اخواتنا وحبايبنا، اصحابنا واهالينا وجيراننا في كل مكان في الدنيا، سلامي من هنا لكل حد جزائري في اي مكان قاعد، سلامي يوصل له. الشعب الجزائري ده يعني بين قوسين كده من ارجل الشعوب اللي ممكن تتعامل معاهم، ومن ابدعهم، ومن يعني شخصيات تجبرك على احترامها وان انت تحبها، نماذج مشرفه. شعب جميل جدا بجد، وشعب مضياف، وشعب كريم. شعب لو انت موجود هناك ما تحسش بالغربه، ما تحسش بالوحده، لانك بتحس هناك ان انت ما بين صحابك، عايش ما بين اهلك وجيرانك وخلانك وعمامك وقرايبك، عشان كده ما بتحسش بالوحده. وده شيء جميل في حد ذاته، ان انت تبقى في مكان انت حاسس ان الناس اللي فيه فرحانين بيك ومتقبلينك وشايلينك من على الارض شيل، عكس ما تكون في مكان تاني ما حدش طايقك لا انت ولا اهلك، فبتحس ان انت كاره نفسك واليوم بيعدي عليك بسنين هناك. لكن العكس، هنا الناس بتحبك وفرحانه بيك، تحس ان فعلا ان السنه هناك بتعدي يوم لانك مبسوط وفرحان هناك. موضوعنا بقى وكلامنا النهارده الشيخ نصري ابكى يعني الشعب الجزائري، ابكى كتير قوي، ابكى حوالي مثلا يعني 47 مليون جزائري من الكلام اللي قاله. الكلام كبير جدا. شيخ مصري جليل معروف طلع واتكلم كلام كبير قوي 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 في حق الجزائر وفي حق الجزائريين، وكلامه ده عمل صدمه وسبب صدمه كمان حتى للشعب المصري هنا. وكمان في ناس كتيره غيرانه، وناس مولعه، وناس مشطشطه، وناس متنيله على عينيها ب60 نيله زعلوا من الكلام ده. قال لك طب اشمعنى الجزائريين ايه فيهم زياده عننا؟ زايدين ايد، زايدين رجل، زايدين عين، زايدين بق، مناخير، ودن. قال لك لا، ما حد زاد عننا حاجه. طب ليه الكلام ده؟ الشيخ هنا اثبت لنا كل حاجه. تعالوا نروح نسمع ونعرف الشعب الجزائري زائد عن كل الدنيا في ايه. رجال صدقوا. يوم 10 رمضان من كل سنة يوم مجيد، ويوم الفخر والبطولة والفداء، ويوم النصر، حيث كان اليوم الذي أيد الله تعالى فيه قوتنا المسلحة بالانتصار المجيد في 10 رمضان 6 أكتوبر. طبعا أعظم الرجال الذين صدقوا الذين نشيد بهم في هذا اليوم ممن درسوا علوم الشريعة، وخرج الواحد فيهم من بلده إلى مصر وتعلم في الأزهر علشان يبقى فيه ارتباط ما بمصر وبالأزهر الشريف، يعني لنسق علوم الشريعة ولروحها وروحانيتها وأنوارها كما تلقاها وخدمها علماء مصر. الشخصية التي تمثل حلقة الربط بين رجال صدقوا وبين أناس درسوا في الأزهر ولهم أثر كبير في حرب أكتوبر هو الرئيس هواري بومدين، الرئيس الجزائري، رئيس الجزائر الشقيقة. هل درس بالأزهر؟ درس في الأزهر 4 سنوات، وكان لهذا الشخص الكبير القدر كان له حكاية تحكى مع الأزهر الشريف، بل يمكن للجدات والسيدات إن هم يحكوها للأحفاد في ليل الشتاء القارص إن صح التعبير. يعني حكايات تروى زي حكايات ألف ليلة وليلة، يعني مما يروى للأجيال يعني، ويدل بالفعل على صدق وعلى همة وعلى معرفة بقدر الأشياء وحجم الأشياء. يعني إيه الأزهر؟ يعني إيه مصر؟ يعني إيه المكان الذي يقصد لدراسة علوم الشريعة على أفخم وأرقى مستوى؟ يعني إيه الطموح والتعلق بالكمال قدر الوسع والطاقة؟ علشان أختصر الكلام اختصارا نظرا لوقت البرنامج المحدود، الرئيس هواري بومدين اسمه محمد بو خروبة، لكنه اختار لنفسه أيام جهاده ضد الاستعمار الفرنسي وجهاد الجزائريين جميعا ضد الاستعمار الفرنسي، اختار لنفسه اسما حركيا مركب من أسماء 2 من أولياء الجزائر، سيدي الهواري وسيدي أبو مدين الغوث سيد الأولياء في زمانه، فنحت لنفسه من اسمي الوليين الكريمين اسما مركبا هواري بومدين، فاستقر هذا الاسم وعرف به حتى بعد أن تقلد الرئاسة. صارت كل المكاتبات الرسمية من كل العالم لا تخاطبه إلا السيد الرئيس هواري بومدين، فكان فيه في وجدانه تعلق بالأولياء وتعلق بالصالحين. طيب، الرئيس هواري بومدين وهو في سن 19 سنة تعلق جدا بدراسة علوم الشريعة، وحفظ القرآن الكريم في ذلك السن، وكان من السهل أنه هو يروح جامع الزيتون الأقرب إليه، وجامع الزيتون في وجداننا نحن كأزهريين وفي وجدان العالم الإسلامي شقيق الجامع الأزهر. زي ما سمعنا وشفنا مع بعض كلام في منتهى يعني الجمال
والعظمه والروعه اللي احنا شفناه. طبعا كلامه هنا مش من فراغ، كلامه هنا مش مجامله، مش مزايده، مش مبالغه عليهم، لا هو بيتكلم هنا بالاثباتات والتفاصيل وبيتكلم بالبراهين. فعلا الشعب ده من اجمل الشعوب اللي ممكن تتعامل معاهم، شعب بيجبرك على احترامه، لاول مره فعلا حد يجبرك على احترامه. طب ازاي هيجبرك على احترامه؟ هيجبرك على احترامه لانك لما تتعامل معاه انت هتعرف ان انت بتتعامل مع شخص مختلف، مع شخص متزن، مع حد بيحبك، حد بيقدرك، حد لما تقع في ازمه في محنه في اي حاجه بيشيلك ويقف جنب منك ويدعمك. فاذا انت هنا بتبقى مجبر على احترامه، بتبقى مجبر لما تتسال عنه بتطلع تتكلم كلمه حق. وكلمه الحق هنا ان الشعب ده مختلف عن كل الشعوب، يعني ما حدش يقدر ينكر ده، يعني غير ناكر الجميل، غير ناكر الجميل وغير الناس الحقوده، لكن غير كده متهيألي ما فيش. تعالوا نكمل نرجع. ولا يقل جلالا وديانة وخدمة وتخريجا للعلماء من الجامع الأزهر، لكن يظل الأزهر هو الأزهر حتى باعتراف أشقائنا الكرام من علماء جامع الزيتونة وأشقائنا الكرام من علماء جامع القرويين في فاس في المغرب. بإطباق الكل يبقى الأزهر هو الأكبر. هواري بمدين وهو شاب في ذلك الحين متطلع إلى الدنيا، لكنه ممتلئ بهمة عجيبة الحال والشأن. بيقول لرفاقه وأصحابه إحنا لازم نروح الأزهر الشريف. الزيتونة قريب قال لهم الأزهر، التعلق بالأكبر في كل شيء. طلب من والده إن هو يساعده في السفر للأزهر، ما قدملوش حاجة، مش معايا فلوس يا ابني أو أي ما كان العذر، ما تيسرش إنه يساعده. فلم تنطفئ الهمة عنده، بل قرر أن يبيع البيت الذي كان يسكن فيه في مدينة قسنطينة ويسافر بثمنه إلى الأزهر الشريف. فباع البيت، فوجد إنه المبلغ اللي معاه لو سافر بيه بالطيران أو بالباخرة إلى الأزهر، الكلام ده سافره سنة 1951، لو سافر بظروف ذلك الزمن سيصل القاهرة مفلسا. السفر سيستهلك المبلغ بالكامل. لما يجي القاهرة وقد أنفق كل ما عنده، مش هيعرف يأجر بيت، مش هيعرف يشتري أكل وشرب، مش هيعرف يشتري كتب. فاتخذ قرارا عجيبا جدا من أغرب ما يمكن، وهو أنه يذهب إلى الأزهر الشريف مشيا على الأقدام، سيرا على رجليه من مدينة قسنطينة الجزائر عبر الصحراء الممتدة على مدى 1000 وكم من الكيلومترات حتى يصل إلى الأزهر. وقد كان وقرر ونفذ وسافر بالفعل إلى أرض مصر مشيا على قدميه. قسنطينة أظن لو صحت معلوماتي تبعد حوالي 1000 كيلو من الجزائر العاصمة. نعم، يعني معنى ذلك أنه ماشي في الصحراء الكبرى كلها، يعني واخد إلى تونس، ومن صحراء تونس عبر صحراء ليبيا بالكامل إلى السلوم ومرسى مطروح إلى القاهرة، كل ذلك مشيا على قدميه. علشان كده بقول لسيادتك إنها قصة تروى للأجيال كما تروى الأساطير، ولولا أنها حقيقة ماثلة وواقعة لظن البعض أنها حديث خرافة، لكنها سجلت تسجيل أمين على يد رفيقه في الرحلة محمد الصالح شيروف الذي لازمه في الرحلة، وسجل وقائعها في كتاب أنا أرسلت جبته من الجزائر اسمه هواري بمدين رحلة أمل. هواري بمدين العزيز على قلوبنا جميعا كمصريين، والذي له أثر هائل في دعم مصر وفي دعم قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر 73 10 رمضان. علشان كده اخترناه ليكون شخصية اليوم 10 رمضان. طيب نعم. جه مصر مشي، جه مصر مشي، بس اللي أنا وجدته أعجب من كده إنه اقتدى بجزائري سبقه في المجيء إلى الأزهر مشيا برضه. فيبدو أنه الهمم تولد الهمم والنجاح يولد النجاح، ويبدو أنه كان على إلمام كبير بأخبار العلم والعلماء. السابق الذي سبقه في المجيء إلى الأزهر الشريف مشيا على الأقدام بن مزور. جرب وانزل أي بلد تاني، أي مكان تاني، ولف براحتك وشوف الفرق هنا وفرق هنا. الفرق طبعا في الجزائر ان انت ما بتحسش ان انت اتغربت، ما بتحسش ان انت بعيد عن اهلك وعن ناسك، بتحس ان انت في مكانك، بتحس ان هناك العوامل كلها بتساعدك على ان انت تبقى مبسوط وفرحان. حتى لو انت رايح يعني تستثمر هناك، كل اللي هناك بيساعدوك على النجاح، بيساعدوك تنجح، بيوفروا لك كل حاجه. لو انت رايح تستثمر في مشروع مثلا بتلاقيهم بيسهلوا لك التراخيص والاجراءات اللي هي الورقيه والحاجات دي كلها علشان تنجح، بيساعدوك على ده. فعندهم بنيه تحتيه بتساعدك على النجاح. اذا حتى لو انت رايح مستثمر، الناس هناك يعني كل العوامل هناك بتساعدك على ان انت تنجح، مش ان انت تفشل هناك او ان هم يستغلوك هناك، لا، او يستنفذوك هناك، لا، انت رايح تنجح بدماغك وبالناس اللي شايلينك فرحانين بيك وبيدعموك وبيساعدوك. علشان كده الناس دي والله مختلفه. طب ماشي، طب لو انت رايح بقى تتفسح هناك وتعيش لك يومين حلوين، ايه اللي بيحصل؟ هقول لك ايه اللي بيحصل، بس نروح نسمع ونرجع تاني.
بن مزور الجماعي الأزهري الجزائري اللي توفى سنة 1354 هجري 1936 ميلادي، يعني جيل سابق. وفاته كانت قبل رحلة هواري بحوالي 20 سنة. فكان صدى هذا الخبر العجيب حافزا ومحركا لهمة هذا الرجل العجيب. انطلق من قسنطينة إلى صحراء تونس مع 3 من رفاقه، منهم 2 تعبوا ما قدروش يكملوا. ففي صحراء تونس قالوا لهم خلاص مش قادرين، انتوا عايزين تكملوا كملوا، وعليكم سلام الله، احنا راجعين مرة تاني. فأكمل معه رفيقه محمد الصالح شيروف، واخترقوا صحراء ليبيا كاملة كذلك على نفس الوضع. يحكي محمد الصالح شيروف في كتابه هواري بدل رحلة أمل، يقول كانت درجة الحرارة أحيانا في جوف الليل تزيد على 40 درجة، فنهرب من الحرارة إن احنا ندفن نفسنا في الرمل، نلاقي العقارب موجودة. وفي ليلة من الليالي النادرة هاجمهم ذئب في جوف الليل. فمحمد الصالح شيروف يقول الذي أنقذنا ذكريات معلومات تذكرها هواري مدين قرأها في أوائل عمره في كتاب الحيوان للجاحظ، إنه من طباع الذئب إذا تراقص لهب النيران أمام عينيه يعتريه الرعب ويهرب من المكان. قلبوا كل الشنط وأشعلوا النيران، وأثبتت التجربة القديمة التي سجلها الجاحظ أنها صواب، وهرب الذئب منهم وأكملوا المسير حتى وصل إلى السلوم، ثم سيرا على الأقدام أيضا إلى قاهرة المعز. هواري بمدين عاش في القاهرة 4 سنوات، أثرت في حياته جدا، لدرجة أنه لما تقلد منصب الرئاسة في الجزائر جاء إلى مصر. درس إيه في مصر؟ درس الشريعة، علوم الفقه، 4 سنوات يدرس في الأزهر الشريف، وكان يحتك ببقية الجزائريين الموجودين في مصر ويتدارسون هم الجزائر وكيفية طرد الاستعمار الفرنسي من الجزائر. كان مهموما ببلده، مهموم، وفي نفس الوقت يبر المطلب الذي جاء لأجله بدراسة علوم الشريعة، لأنه جاي أصلا للأزهر عشان الشريعة. المهم أنه جاء إلى مصر وهو رئيس، وتمت مراسم. طبعا هذا هو شيء من الصور، طبعا يعني هو أرمد كرئيس اشتهرت يعني وقائع حياته وصوره، بس أنا عايز أشير إشارة مهمة إلى عدة صور من استقبال الرئيس جمال عبد الناصر له. طبعا بقى لو انت رايح تتفسح وتعيش لك يومين حلوين يا باشا، هاتوه هناك بقى، هاتوه هناك في دنيا الجمال والمتعه والروعه والعظمه والخيال. الاماكن السياحيه حدث ولا حرج، الاماكن الاسلاميه، الاماكن الاثريه، في الشوارع هناك وشكل البيوت والمطاعم والمأكولات الجزائرية الجميلة والفسح هناك والزي الجزائري. يعني هناك دنيا تانية بقى، هناك انت في دنيا تانية، بتنسى نفسك، بتنسى اسمك، وبتنسى اصلك وفصلك، بتنسى مين اللي خلفك اصلا، بتنسى اللي خلفوك لما بتنزل هناك، ده حقيقة. طب ماشي، طب تنصحنا بايه لما تنزل الجزائر؟ انا هنصحكم بحاجات كتيرة قوي. اولها هنروح نكمل وارجع اقول لكم بنصحكم بايه. يعني ادي سيادتك هو شيء من صور الرئيس هواري مدين، صوره دي مع الرئيس جمال عبد الناصر، وفي صوره ثانيه مع الرئيس جمال عبد الناصر، وصوره ثالثه، وصوره شخصيه لهواري مدين، 4 صور يعني على الشاشه. في احد الزيارات جاء الى مصر فتمت مراسم الزياره، فعبد الناصر بيقول له يعني السيد الرئيس هل في اي شيء تطلبه؟ يعني تطلب اي حاجه؟ قال له انا عندي طلب خارج الرسميات تماما، انا عايز ازور البيت الذي كنت اسكن فيه ورا الازهر. فأخذه جمال عبد الناصر ونزلوا إلى الأزهر الشريف مشيا في بعض الشوارع وراء الأزهر علشان يرى المنزل برا وحنينا إلى المنزل. كان من أثر هذا أنه سنة 69 اتخذ قرارا بتعريب الجزائر، ووجه الدوائر والهيئات الثقافية في بلاده أن تنشئ مدارس في الجزائر على غرار الأزهر علشان تعيد تعليم اللغة العربية لأبناء وطنه. وكان من أثر هذا أنه أنشئت عدة مدارس، وأنهم استخدموا بعثات من الأزهر الشريف. كان أحد هذه البعثات يرأسها الأستاذ الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي، وفي بعثة من تلك البعثات التي لتعريب الجزائر كان يرأسها المرحوم الشيخ عبد الحافظ الفقي، شيخ معهد دمنهور وعم الدكتور مصطفى الفقي. وأنا زرت الشيخ عبد الحافظ في بيته وسنه 94-95 سنة، توفي رحمة الله عليه. الشاهد انه لما جاءت حرب اكتوبر تجلى اثر هذا الموقف. ال4 سنوات بتاعت الدراسه ال4 سنوات في الازهر الشريف، وجد ارتباطا في قلبه ان هذا البلد الذي استقبله واكرمه وعلمه، والذي في يوم من الايام غامر حتى يذهب اليه ماشي. انا عايز اقول رساله للعالم كله،
يا جماعة نحن يعني ننتمي إلى بلد نعتز به ونحبه، تسعى إليه رؤساء الدول سيرا على الأقدام معرفة منهم بقدره وبقيمة الأزهر الشريف. كان موقفه في حرب أكتوبر موقف يعني فوق الوصف، كان يعني أرسل وحدات من الجيش الجزائري، تعهد لدى موسكو بدفع وسداد أي التزامات مالية يمكن أن تقصر فيها القوات المسلحة المصرية. الموقف البطولي بحق تجاه بلد آمن به وعرف قيمته وأدركه. في نظري الرئيس هواري مدين من الرجال الذين صدقوا، وكان يعني عزيزا على قلوبنا، نموذج للأزهري الذي تقلد منصب الرئاسة في بلده فسلك مسلك الوطنية وحمى حقوق بلاده ومصالح بلاده، أدى حق الوفاء لمصر وجيش مصر في حربها المجيدة في أكتوبر 73. فمصر حققت النصر ببطولة أبنائها وبعبقرية أبنائها وبتضافر أشقائها، وعلى رأسهم الكريم العزيز هواري بومدين رحمة الله عليه. انا هنا بنصح اي حد عاوز ينزل الجزائر قبل ما تنزل. طبعا انت بتاخد شنطه هدومك معاك، قبل ما تاخد شنطه هدومك كده يا باشا خد معاك شويه الحاجات دي. خد معاك حاجه يعني مضاده كده للصدمه على انك هتتصدم هناك. خد معاك مثلا شويه مهدئات ومسكنات علشان هتتوجع من اللي هتشوفه، من المنظر ومن الجمال اللي هناك هتبقى مصدوم. فانت محتاج حاجه تهدي الاعصاب وتروق البال كده، لانك هناك هتشوف وهتحس حاجات ما حسيتهاش حتى في بلدك ولا هتحسها في اي بلد تانية. شعب بياخدك بيكرمك وبيضيفك ويوجب معاك، والواجب بجد مش عزوبه مراكبيه اللي احنا عارفينها، بيوجب معاك بجد بجد، بيضيفك بجد. يعني حتى الناس دي ناس اصحاب واجب بجد. حتى لو جربت تعاشر حد جزائري او تصاحب حد، مش شرط تبقى في الجزائر، في اي بلد تانية، وجرب مثلا حصل لك اي محنه او ازمه وجات في مشكله، اول ايد بتتمد لك هو، بالرغم انه ممكن يكون معاك ابن بلدك ما يسالش فيك ويطنش ويتهرب ويعمل نفسه مش موجود ويركب اول قطر طالع على بالها علشان يهرب منك، لكن هم لا، يفضل معاك ويساندك ويدعمك لحد ما تخرج من ازمتك. دي حاجه بتميزهم مش موجوده في حد تاني. اذا لما نقول عليهم ملوك الشهامه والجدعنه والرجوله محدش يزعل ويتضايق، لان اللي يتضايق ويزعل من الكلام ده يبقى هو ناقص. انت بقى كان ناقصك في حته تانيه، مش فينا احنا، مش في الشعب الجزائري الجميل العظيم ده اللي حد مولع غيران متنيل ب60 نيله على دماغه. خليك براحتك، احنا مش شغالين بالنا، احنا شايفين الحاجه حلوه بس، ولازم نسلط الضوء على الحاجه الجميله وبس. في النهايه بقى انا استمتعت معاكم، يا رب انتوا كمان تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا. بس بكره جاي معايا حلقه نار وموضوع نار ودمار ما فيهوش هزار. واللايك والشير والتعليقات الكتير عشان يوصلكم كل جديد. في النهايه احب اقول لكم مليون سلام.